النخلة دي ما حافظتش عليها، هي مش هتحافظ عليك. الكيس ده بحافظ على الثمار، بحافظ على البلحة، لأن البلحة دي يا أستاذ محمد أنت تعبتنا بإن أنت عايز تسطر، دي شغل تصدير. النهارده هنكلمكم على معاملة مهمة جدا 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 جوه مزرعتنا، المزرعة النموذجية البشير، وهي معاملة التكييس. الثمار بتاعنا عزيز علينا شوية. يعني ايه عزيز علينا شوية؟ عايزين نحميه زي ما احنا محافظين عليه طول السنة بالمعاملات الفنية المظبوطة، برضو عايزين نحافظ عليه لما يبدأ يكبر ويطيب ويخش في مرحلة ان هو بدأ يصفر وداخل على ان هو يطيب، وبدأنا قدامنا كام يوم ونقطع عنه المية عشان خاطر البلحية تلدن وتبقى جميلة بالمواصفة التصديرية اللي احنا عايزينها. تعالوا بقى نطلعكم على المعامله اللي احنا من اهم المعاملات، معامله التكييس. على فكره احنا في سيوه هنا 90% من المزارع ما بتعملش اللي احنا بنعمله. احنا بنعامل السيوي بتاعنا معامله المجدول، احنا بنكيسه عشان نحافظ عليه. دي المعامله. تعالى ماشي اتفضل. تعمل ايه بقى؟ احنا بنكيس. بنكيس عشان نحافظ على البلحة ديت من الإصابات الميكانيكية أو إصابات فطرية أو إصابات حشرية. ده الشمروخ اللي فيه طبعا ما بيتخفش، لا. لكن ما شاء الله الجوده بتاعته، الحجم بتاعه، احنا بنتارجت في السيوي حجم عشان نعرف نبيعه ب 3.5 و4 دولار. ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. كمل شغلك يا باشا. قول لنا كده سريعا اهميه ان احنا بنكيس. الكيس ده بحافظ على الثمار، بحافظ على البلحة، لأن البلحة ديت يا أستاذ مستر محمد أنت تعبتنا بإن أنت عايز تسطر، دي شغل تصدير. كل لما اجي لهم هنا يقول لي ايه؟ انت تعبتنا بالمواصفه التصديريه. كمل. اهميه ان احنا بنكيس النخل يا محمود ايه؟ عرف الناس المستثمرين والناس اللي هي عشان تاخد معلومه تعمل ايه في نخلها. يعني مفيش فيها اصابات ميكانيكيه ولا تخبيط الا حاجات بسيطه خالص، لكن ما شاء الله واخده كل معاملاتها الفنيه، مكافحه الاكاروس والحشائش والحشرات. حتى في الارض ما شاء الله مش هتلاقوا لا غاب ولا حشائش ولا الكلام ده كله. وطبعا ده ظاهر على مدار السنه في التصوير بتاعنا. احنا طبعا بنقوس علشان خاطر ناخد مواصفه محترمه من النخل. فالتقويس ده بيعمل ايه؟ بيتحمل على الجريد، فكسرت الجريده ونزلت ما شاء الله عشان حجمها. لو انت ركزت في الايه، في حجم الصباطه ما شاء الله. يعني وانتوا بتتفرجوا علينا قولوا ما شاء الله. نقولوا بسم الله ما شاء الله، لان الحاجه ديت ما ينفعش ان احنا نبص عليها من غير ما نقول بعد اذنك كده بسم الله ما شاء الله. امسك كده محمود معايا. بسم الله. كيس واحده. بسم الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. احنا جايبين كيس محترمه جدا جدا. بسم الله ما شاء الله. انت موزع ما شاء الله كل الاكياس، يعني كل نخله هتلاقيه متوزع عليه الايه؟ اكياسه ما شاء الله. علشان نجمع